الدولة الإسكندنافية المشهورة بالبيوت الملونة اللي على ضفاف المية، اللي بتضيف لمسة جمالية فريدة للبلد، وبتخلي كل مكان فيه لون وحياة، وبتعكس روح البهجة والود اللي في البلد. وكمان هتلاحظ إن البلد دي عندها تاريخ طويل وقوي. بلد الفايكنج اللي سابوا أثر كبير في الثقافة والتاريخ المحلي. هتلاقي فيها المتاحف والأماكن اللي بتخلينا نعيش تجربة الفايكنج بكل تفاصيلها. البلد اللي مع كل خطوة هتلاقي نفسك محاط بطبيعة خلابة، من الخضرة للشواطئ الهادية. الدولة اللي بيعيش فيها حوالي 6 مليون نسمة، الدنمارك. اهلا اهلا اهلا. ايه رايكم في الاستوديو الجديد؟ هقول لكم معلومه قبل ما نبدا. تعرفوا ان اكتر من 90% من اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي مش عاملين يشتركوا في القناه. فدي حاجه مزعلاني يعني، فيا ريت يعني لو نزلت عملت اشتراك، ودي حاجه هتفرحني جدا. ويلا نبدا. Audio Jungle. واشهر مدن في الدنمارك العاصمه كوبنهاجن، وهي اكبر مدينه في الدنمارك اللي صنفت كامن مدينه في العالم في 2021. والمدينه مليانه معالم سياحيه تاريخيه وحديثه في نفس الوقت. واشهر المعالم السياحيه اللي فيها هي حديقه تيفولي، وهي واحده من اقدم حدائق الملاهي في العالم، وتمثال الحريه الصغيره للكاتب هانس كريستيان الدنماركي، وقناه نيوهوفن اللي شوارعها مليانه بالبيوت المتلونه، والمطاعم والكافيهات اللي بتطل على الميناء، وقصر إيميلينبورغ، وده القصر الملكي اللي بيكون مقر إقامة العائلة الملكية. وكوبنهاجن تعتبر من أكثر المدن الأوروبية تنظيما، وهي واحدة من أفضل الأماكن للمعيشة في العالم. والمواصلات العامة متطورة جدا، لكن طبعا الأسعار فيها تعتبر عالية، خصوصا في الإيجار. يعني أنت لو واحد عايش هناك وشغال هناك، يعني هتلاقي الدنيا ماشية. تاني أشهر مدينة هي مدينة أرهus، وهي موجودة على الساحل الشرقي للبلاد. وطبعا المدينة هادية عن كوبنهاجن، لكن برضه هتلاقي المدينة مليانة بالحياة الثقافية والشبابية. والمدينة دي مشهورة بين الطلاب عشان فيها جامعة أرهus، واللي تعتبر من أفضل الجامعات في الدنمارك وعلى مستوى العالم. تكاليف المعيشة في أرهus أقل من كوبنهاجن من حيث الإيجار والأكل والشرب وكل حاجة، بس برضه هيقابلها انك هتاخد برضه مرتب اقل حاجه بسيطه برضه من كوبنهاجن. لو رحت مدينه ارهus انصحك تزور متحف ارهus للفنون اللي بيجمع بين الفن المعاصر والتاريخي. هتلاقي برضه في مدينه ارهus المدينه القديمه، وهي مكان تاريخي بيعرض الحياه في الدنمارك خلال العصور المختلفه. في حديقه موسيجارد، ودي حديقه جميله مليانه مساحات خضراء ومكان مناسب للتنزه والراحه. مدينة أودنسا هي تالت أكبر مدينة في الدنمارك، والمدينة دي اتولد فيها الكاتب هانز كريستيان أندرسن، صاحب القصة المشهورة للحرية الصغيرة. ايه الاماكن بقى اللي ممكن تزورها لو رحت اودنسا؟ عندك مثلا بيت الكاتب هانس كريستيان، وده بقى دلوقتي متحف بيعرض تاريخ حياة الكاتب والكتب اللي ألفها. وممكن برضه تزور حديقة أولين، ودي برضه حديقة جميلة وفيها مساحات خضراء كبيرة. وبرضه ممكن تزور كنيسة سانت كانوت، ودي كنيسة تاريخية تعتبر من أقدم معالم المدينة. ودنسا مدينة هادية ومناسبة للعائلات، وبرضه الأسعار قليلة بالنسبة لباقي المدن الكبيرة، وبيعيش فيها عدد كبير من الطلاب عشان فيها جامعة أودنسا. مدينة ألبورغ هي مدينة ساحلية في شمال الدنمارك، والمدينة دي مشهورة بأنها مدينة صناعية وتجارية، لكنها بتجمع بين الثقافة والتاريخ بشكل جميل. تعبت. المدينة فيها توازن بين الحياة الحضرية والحياة الريفية، ومعروفة بالأجواء الهادية. تكاليف المعيشة فيها منخفضة، ومعروفة بتقديم فرص عمل كتير في القطاع الصناعي، وده طبعا ما يمنعش إن يكون فيها حياة ثقافية وفنية مميزة. ناكل بلحة بقى. لو هنتكلم بقى عن تكاليف المعيشة، فخلينا نقول إن الدنمارك مش دولة رخيصة إطلاقا. لو هتأجر شقة صغيرة في كوبنهاجن في وسط البلد هتكلفك من 1000 ل 1500 دولار، لكن كل ما تبعد عن وسط البلد هتكون الأسعار أقل. وبالنسبة للأكل، لو هتتغدى مثلا في مطعم عادي هتدفع من 15 ل 25 دولار. طبعا الأسعار دي غالية جدا بالنسبة لدول تانية كتير في أوروبا، لكن برضه متوسط الأجور مرتفع، وهو من 3500 دولار ل 5000 دولار في الشهر. فبرضه هتلاقي إن المرتبات في كوبنهاجن أعلى كتير من دول تانية في أوروبا، فهي نسبة وتناسب. لو هنتكلم بقى عن التعليم، النظام التعليمي في الدنمارك معروف عالميا بجودته العالية. التعليم في الدنمارك مجاني بالنسبة للمواطنين أو حتى للمقيمين في البلاد، وده بيشمل التعليم الابتدائي والثانوي وحتى التعليم العالي. والتعليم الجامعي في الدنمارك ممتاز جدا، والدولة بتستثمر بشكل كبير في التعليم العالي. والجامعات الدنماركية معروفة على مستوى العالم، مثل جامعة كوبنهاجن وأرهus وجامعة أودنسا وجامعة الدنمارك التقنية. وهنتكلم عن المواصلات والنقل في الدنمارك، في كوبنهاجن هتلاقي شبكة مترو وقطارات بتوصل لأي حتة في المدينة بشكل سريع، وكمان في باصات كتير جدا في المدن التانية. ولو هتسافر من مدينة لمدينة في الدنمارك انت هتلاقي ان القطارات بتوصل لكل حتة. اما بقى بالنسبة للأمان، الدنمارك هي من أأمن الدول في العالم بسبب القوانين الصارمة والتشديد على مكافحة الجريمة. وهتلاقي ان الشوارع نظيفة وآمنة، وفي أي مكان هتمشي براحتك، والجريمة هناك تكاد تكون معدومة زي عندنا كده. أيوة، مش مصدق؟ أنا عن نفسي عمري ما قتلت حد قبل كده. أنت قتلت حد؟
اي حد قاتل حد يا جماعه ما يتفرجش على الفيديو، ده مجرم. وفي الاخر الدنمارك من افضل الدول للمعيشه على مستوى العالم بسبب التوازن بين الحياه المهنيه والشخصيه. وبشكل عام فالعيشه في الدنمارك بتحتاج ميزانيه مرتفعه شويه، لكنها بتضمن لك مستوى حياه عالي جدا لو قررت تعيش فيها. هتستمتع بجودة الحياة والنظام المتطور والبيئة النظيفة. وما تنساش بقى يا غالي تعملنا لايك، يعني ما دام وقفت معانا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك يعني. واشترك في القناة، احنا لسه في الأول يا جدعان، معانا 136 مشترك بالجودة دي، ينفع؟ طبعا ال 136 على راسي يعني وكل حاجة، بس يعني عاوزين أكتر وبنطمح لأعلى. يلا بقى نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.